السلام عليكم. هذه بطبيعة الحال ما كانش بإمكاننا باش ندوزو عليها مرور الكرام، لأنها خاصة جدا. فالكاف وافقت على طلب المنتخب الغيني بإجراء مقابلاته بمدينة العيون المغربية في إطار تصفيات كأس العالم لمونديال 2026 أمريكا وكندا والمكسيك. المهم أن الكاف وافقت على هذا الطلب، ومن بين اللقاءات التي سيجريها المنتخب الغيني هو لقاء ضد المنتخب الجزائري. ولهذا فمرحبا بالمنتخب الجزائري بمدينة العيون لإجراء لقائه ضد المنتخب الغيني. وإن كان هناك حظ، ويعني كمثل الحظ الذي كان لنهضة بركان، فإن المنتخب الغيني سيفوز بلقائه ب3-0 إن امتنع المنتخب الجزائري عن لعب اللقاء بمدينة العيون. وبهذا يكون اللقاء إما الذهاب وإما الإياب قد فاز به المنتخب الغيني ب3-0. وهذا ذكاء خارق من يعني المنتخب الغيني بأنه سيفوز بأحد اللقاءات إما الذهاب وإما الإياب ب3 أهداف ل0، وما على المنتخب الجزائري إلا الفوز في لقاء الإياب بأكثر من 3 أهداف ل0. وهذا يدل على مدى يعني قصر نظر المسؤولين الجزائريين. للإشارة، فقضية قميص نهضة بركان لا زالت تلقي بظلالها. وآخر ما جاء في هذا الصدد أن غايدو يعني مدرب اتحاد العاصمة إثر يعني تصريحه الصحفي في لقاء يعني بنهضة بركان، قال بأن المغرب متقدم وهذا التصريح أثار حفيظة يعني المسؤولين بالجزائر، مما لاقى صعوبة ومناوشات كثيرة في عودته أثناء عودته للجزائر، وهو ما أدى إلى أنه طلب استقالة رفضها اتحاد العاصمة، لكنه أصر عليها وغادر وأراد مغادرة البلاد، لكنه تم احتجازه من طرف السلطات الجزائرية في المطار للاستماع لأقواله في هذا الإطار، في التصريح الذي أدلى به في المغرب. هذه المناوشات هذا ما يقوم به يعني النظام الجزائري حتما سيضعف يعني حتى المصداقية ديال هذا النظام، وأن أي مدرب أجنبي سيضرب يعني ألف تخميمة وتخميمة يعني قبل الذهاب للجزائر. وأي مسؤول، أي إنسان يعني مستثمر، أي يعني الجزائر ستصبح نقطة سوداء مستقبلا في إطار يعني الانفتاح الذي يعرفه العالم وتعرفه يعني تنقل يعني رؤوس الأموال والبضائع والإنسان. وهذه القضية ديال الإنسان مهم جدا، تنقل الإنسان. يعني الجزائر ستمتنع عن التنقل العادي للمواطنين الأجانب والتنقل والتصريحات ديالهم، يعني تقوم بتضييق حرية التعبير وهذه القضية ديال التضييق على حرية التعبير بالنسبة للأجانب. ما بالنسبة للجزائريين فهذا يعني لا نقاش فيه. حرية التعبير بالنسبة للأجانب هذه مسألة مهمة جدا. مثلا المغاربة يتمتعون بحرية تعبير كبيرة وكبيرة جدا، فذهابنا للجزائر يعني مسألة خطيرة جدا، لأنه نحن يعني ولفنا واحد المستوى ديال حرية التعبير، يعني نخاف بطبيعة الحال أن نذهب للجزائر، لأن المسألة يعني ستضيق علينا هذا الحق هذا.
فما بالك بما بالناس الناس ديال أوروبا وأمريكا الذين لهم يعني مساحات أكبر من حرية التعبير، وعندهم يعني مدة طويلة في هذا الإطار هذا. يعني الجزائر مستقبلا ستصبح نقطة سوداء بالنسبة للتنقل ديال الإنسان بصفة عامة، كيفما كان جنسه وهويته وديانته، للأسف الشديد.